قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، هو شهر عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل هلال الشهر الكريم على المسلمين بالبركة واليمن والمغفرة إن شاء الله. شهر رمضان الذي تميز بهذه الميزة من قبل المولى تبارك وتعالى، تفوق على الشهور كافة بالعطاء وبالخير وبالبركة، وشهر الذي احتضن الخصوصيات والصفات التي تميز بها الشهر الفضيل، الشهر الذي احتضن أعظم ليلة على الإطلاق وهي ليلة القدر. يكفيك هذا النبأ، يكفيك هذا الخبر يشير إلى عظمة الشهر الكريم. الليلة الواحدة وهي ليلة القدر من ضمن ليالي شهر رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف. هذه الليلة الواحدة وهي ليلة القدر التي في بصريح الآية الكريمة خير من 1000 شهر، هي من ضمن ليالي شهر رمضان. بعد ما ورد عن لسان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لو علم العبد، مضمون الحديث، لو علم العبد ما هو رمضان ليود الرمضان كل السنة. المضمون الحديث المروي عن لسان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ما روي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال عليه السلام: بني الإسلام على 5 أشياء. أرجو الانتباه. بني الإسلام من ألفه وإلى يائه على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. الشريعة الإسلامية، الدين الحنيف الإسلامي، من ألفه وإلى يائه. في حديث إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه بني على 5 أشياء: الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم والولاية. ماذا نستفيد من حديث إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه؟ الأمثال تضرب ولا تقاس. إخواني، البنايات الضخمة تعتمد وتبنى على مجموعة من الأعمدة. البنايات خصوصاً الضخمة تعتمد وتبنى على مجموعة من الأعمدة. هذه الأعمدة بوجودها وجود هذه الأعمدة إشارة إلى استحكام هذه البناية إن صح التعبير. بفقد عمود واحد أو الأعمدة ال5 إن صحت أو جميع الأعمدة سوف تتعرض البناية إلى الانهيار والدمار. لماذا؟ لأن بناية ضخمة، وكما تعلمون تعتمد على هذه الأعمدة. تعالوا إلى حديث إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. شبه الإسلام
بالبناية الضخمة الذي تعتمد على هذه الأعمدة الخمسة: أولاً الصلاة، ثانياً الزكاة، ثالثاً الحج، رابعاً الصوم، وبعد ذلك الولاية. ماذا نستفيد إخواني وأعزائي؟ وتحديداً ما يتعلق بحديثنا وموضوعنا حول فريضة الصيام. عمود من هذه الأعمدة فريضة الصيام، عمود من هذه الأعمدة. فلو فقد عمود واحد، لو فقد عمود واحد من هذه الأعمدة الخمسة، بطبيعة الحال الدين الإسلامي يتعرض إلى الانهيار والتلف. ولا يمكن أن يدعي الإنسان يكون مسلماً مؤمناً بمعنى الكلمة لو تخلى عن فريضة واحدة، بل أكثر من ذلك عن جميع هذه الفرائض الواجبة. فالدين يكون ناقصاً، فالدين يكون بعد ماكو داعي. الإنسان الذي يكون، ولذلك إخواني فرق شاسع وكبير بين الإسلام والمسلمين. هناك من يدعي الإسلام مجرد لقلقة لسان. وبالمناسبة كما تعلمون في بعض البلدان الإسلامية هناك من ترك، هناك من هجر هذه الفرائض، وفي نهار شهر رمضان الكريم هناك من يأكل وهناك من يشرب، والمطاعم تعمل ليل مع نهار. وهذه الظاهرة السيئة مو في باقي البلدان، لا، في بلدان الإسلامية إخواني وأعزائي. ويكفيك النبأ عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: بني الإسلام من ألفه إلى يائه بني على هذه الأعمدة الخمسة، ومن جملة هذه الأعمدة فريضة الصيام. انطلاقا من هذه المقدمة نأتي إلى بحثنا وإلى موضوعنا، انطلاقا من الآية الكريمة التي ابتدأت بها المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. موضوعنا وبحثنا إخواني انطلاقا من الآية الكريمة يدور حول هذين المحورين. أولا، المحور الأول من بحثنا وموضوعنا: أسباب وحقيقة المعاناة في شهر رمضان. أسباب وحقيقة المعاناة في شهر رمضان المبارك. ثانيا إخواني وأعزائي، كيفية الدعوة من قبل الله تبارك وتعالى إلى كافة عباده، كيفية الدعوة إلى أداء هذه الفريضة وما ورد فيها من ملاحظات ومستثنيات. أولاً، قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسباب وحقيقة المعاناة في أيام شهر رمضان. أولاً، منع النفس، أرجو الانتباه، منع النفس عن ما تهوى إليه وتميل. منع النفس عن ما تهوى إليه وتميل. ما المقصود من هذه الكلمة؟ إخواني وأعزائي، كما تعلمون تعلق الإنسان الصيام هو الإمساك عن المفطرات، وفي المقدمة الطعام والشراب. تعلق الإنسان بهذه المفطرات في أيام أو في الأشهر السابقة خصوصاً بالطعام والشراب يجعل الإنسان يعيش نوع من المشقة ونوع من المعاناة. كيف وبأي معنى؟ منع أو يمنع الصائم عن الطعام والشراب في أيام شهر رمضان، يجوع والطعام أمامه والصوم يمنعه، يعطش والماء أمامه والصوم يمنعه. يبدأ الصراع في وجود المسلم الصائم بين نفسه الذي تأمره أن يأكل أو يشرب، وبين الطاعة لله تبارك
وتعالى والتمسك بوجوب الفريضة وهي فريضة الصيام. هذا الصراع إخواني، الصراع الشديد كما تعلمون، لتعلق الإنسان بالمفطرات وفي المقدمة الطعام والشراب، يجعل الإنسان يعيش نوع من المعاناة والمشقة. لماذا إخواني وأعزائي؟ كما تعلمون طبيعة الإنسان سنة 12 شهر ما عدا هذا الشهر أنه متعلق بالطعام والشراب، وفي هذا الشهر وإذا بالفريضة فريضة الصيام تمنع الإنسان أن يأكل وهو جائع، تمنع الإنسان أن يشرب وهو ظامي عطشان إن صح التعبير. وهذا التعلق وهذا المنع الذي فرضه المولى تبارك وتعالى على كافة عباده المؤمنين بطبيعة الحال يجعل الإنسان أن يعيش نوع من المشقة والمعاناة. ثانياً، التمرد على العادات. التمرد على العادة كيف بمعنى؟ كما بينا إخواني وأعزائي، ما عدا الشهر الفضيل الإنسان له مجموعة من العادات والتقاليد يمارسها كان في الأشهر السابقة. في اليوم الواحد يأكل الطعام 3 وجبات، ينام في هذه الساعة ويجلس في تلك الساعة، يذهب إلى محل عمله وساعة الرجوع أيضا بيده وعلى حسب مزاجه إن صح التعبير. ولكن في أيام شهر رمضان يجب جميع هذه العادات أن تترك، يجب جميع هذه العادات الذي تعود عليه الإنسان في الأشهر السابقة يجب أن تترك. وقت الطعام والشراب يختلف، ساعات النوم والراحة تختلف، ساعات الذهاب إلى العمل والرجوع من العمل أيضا يختلف. هذا الاختلاف إخواني بين هذا الشهر والشهور السابقة إن صح التعبير هو التمرد على العادات، التمرد على العادة الذي كان الإنسان في الأشهر السابقة متعود عليها. يعني أنت في كما بينا في اليوم الواحد الصبح الريوق، الظهر وجبة الغداء كذلك، وبالنسبة إلى ساعات النوم أيضا الذهاب إلى العمل والرجوع أيضا، وجميع هذه العادات الذي تعود عليها الإنسان في الأشهر السابقة بسبب مجيء الشهر الكريم والتمسك بوجوب الفريضة والقيام بها يجب أن تترك بطبيعة الحال. التمرد على العادات تجعل أن الإنسان أيضا يعيش نوع من المشقة والمعاناة. ثالثاً، كما تعلمون إخواني شهر رمضان من ضمن الأشهر القمرية، شهر رمضان من ضمن الأشهر القمرية، والأشهر القمرية تتميز بهذه الميزة وهي لها حالة الدوران. يعني تارة الشهر الفضيل يقع في موسم البرد والشتاء، وتارة يقع شهر رمضان في موسم الحر والصيف. وكما تعلمون معاناة البرد والجو المعتدل في نوع من التخفيف عن ألم أو معاناة أو مشقة صيام شهر رمضان، ولكن أين المشقة؟ تتضاعف المعاناة إذا صادف شهر رمضان مع موسم الحر والصيف. وبالمناسبة أخواني حتى بالنسبة إلى ساعات الصيام في موسم الحر الساعات تتضاعف أكثر بكثير من ساعات الصيام في موسم البرد والشتاء. أيضا إخواني هذا المضمون وهذا المطلب إن دل على شيء يعيش الإنسان في هذا المورد أيضا نوع من المعاناة والمشقة. قد يسأل السائل نقطة ينبغي الالتفات إليها: ما هو الداعي إلى هذه المعاناة وما هو الداعي إلى هذه المشقة؟ في الليالي الآتية نتحدث عن هذا الأمر، ولكن باختصار إخواني كما تعلمون خلق الإنسان من أجل اختبار وامتحان. خلق الإنسان، قال إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: طوبى لمن علم من أين وفي أين وإلى أين. كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه
دالة على هذه المهمة، ويظهر الكثير من الأمة الإسلامية في غفلة عنها. نحن في دار اختبار وامتحان، ومن خصوصيات الامتحان والاختبار ماهية الصعوبة. إخواني وأعزائي، إذا صار القرار، ومن باب المثال الله عز وجل يكلف الإنسان الصائم في شهر رمضان مدة الصيام ساعة واحدة، من باب المثال فترة الصيام ساعة واحدة، وفقط في موسم الشتاء، وفقط في موسم الشتاء، وعليك بتناول أرقى وأطيب الأطعمة. من الذي لا يصوم؟ من الذي؟ أين الاختبار وأين الامتحان؟ حتى ذلك الإنسان الذي هو ليس بمسلم يرغب إلى الصيام في شهر رمضان، لأن بهذه الكيفية الامتحان يكون فاقدا للماهية. أين الواقع إخواني؟ وأين المحك عندما الإنسان يختبر بشيء وبمورد ممزوج بالصعوبة والمعاناة، إن صح التعبير. طبعا المعاناة على لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما تعلمون، ولكن يجب على الإنسان أن يتأمل في هذا المعنى. لا داعي أن يختبر من قبل خالقه بمورد هو فاقد للمعاناة والمشقة. لابد من وجود نوع من المعاناة حتى الماهية وواقع الاختبار والامتحان يكون بمعنى الكلمة. بعد هذا إخواني وأعزائي نأتي إلى عمدة الموضوع والحديث، وهو المحور الثاني من بحثنا وموضوعنا في هذه الليلة: كيفية الدعوة. جبار السماوات الله عز وجل يدعو العباد إلى صيام شهر رمضان دعوة عمومية من قبل المولى تبارك وتعالى إلى كافة عباده. فلنتأمل، تعالوا معي لكي نرى كيفية الدعوة من قبل المولى تبارك وتعالى إلى كافة عباده وما فيها من ملاحظات ومستثنيات. أولاً، قوله عز وجل استنادا للآية الكريمة إلى الآية الكريمة: إخواني، من الممكن صيغة الاحترام بطبيعة الحال، أرجو الانتباه، صيغة الاحترام في الكلام عادة من الصغير وإلى الكبير، من الضعيف وإلى القوي، من الفقير وإلى الغني. صيغة الاحترام في الكلام عادة من قبل الضعيف، من قبل التلميذ إلى الأستاذ، ومن قبل الجاهل إلى العالم. ولكن عندما نأتي إلى الآية الكريمة ونظائر هذه الآية نرى أن الله تبارك وتعالى وهو الخالق كيف يتحدث مع الإنسان والإنسانية؟ كيف يتحدث؟ بأي صيغة؟ من الممكن كان يتحدث يا أيها الناس، يا قوم مثلا، ولكن الله عز وجل عندما يأمر الإنسان أن يتميز بالخلق الرفيع هو الذي يتحلى بهذه الصفة مبدئيا. كيف يخاطب عباده؟ قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا. وما أروع هذا النداء، وما أروع هذا الاحترام إن صح التعبير من قبل المولى تبارك. يحترم العباد، ولكن في بعض الأحيان العباد هم الذين لا يحترمون أنفسهم إن صح التعبير. ولذلك هناك كلمة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسير الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. يقول: لذة ما في النداء أزال تعب، مضمون الحديث أزال تعب الجهد والعناء. لذة ما في النداء، يا نداء هذا يا أيها الذين آمنوا بصريح الآية الكريمة. إن شاء الله الصائمون في شهر رمضان هم المؤمنون وهم الآمنون في يوم القيامة. هذا المطلب الأول، كيفية الدعوة: يا أيها الذين آمنوا. إخواني، بالمناسبة أرجو الانتباه إلى هذه النقطة.
بالنسبة إلى الإنسان الذي يريد أن يطرح على عائلته أو على أبناء عشيرته، من باب المثال، وهو مثلا صاحب المعمل، على العمال الذين يعملون في معمله إن صح التعبير، عندما يريد أن يطرح عليهم مشروعا أو عملا شاقا فيه نوع من المعاناة، يجب أن يكون حكيما في تصرفه وأن يختار الصيغة المناسبة. لماذا أخواني؟ لأن المشروع اللي راح يبينه هو ممزوج بالنوع من الممزوج بالمشقة والمعاناة، فعندما يريد أن يطرح هذا المشروع يجب أن يكون حكيما، أن يكون واعيا، على قولة اللي يقول يستنقي العبارة المرتبة، مو طول، يعني الطرف المقابل قد على كل حال كما تعلمون لعلمه بوجود المعاناة والمشقة يرفض، يأبى أن يعمل أو يقوم بهذه المهمة أو بهذه الفريضة. الله عز وجل في محكم كتابه الكريم استخدم هذا الأسلوب اللين، هذا الأسلوب الطيب، هذا الأسلوب الحسن إن صح التعبير، يعلم وقطعا يعلم أنه أعلم العالمين عندما يأمر الإنسان والإنسانية بهذه الفريضة وبالصيام في شهر رمضان وهو العالم بوجود المشقة والمعاناة في صلب هذه الفريضة، اختار الصيغة المناسبة في دعوته إلى كافة عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا أيها الذين آمنوا، ثانيا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إخواني أرجو الانتباه، أصل الخبر واحد. بالنسبة للعلاقات الاجتماعية الأمثال تضرب ولا تقاس، أرجو الانتباه، أصل الخبر واحد، ولكن قد تختلف الكيفية في مواجهة الخبر أو في مواجهة الأزمة. من باب المثال، يقع الإنسان في محنة، في أزمة، وكما تعلمون الحياة من بدايتها وإلى ساعة الرحيل تفيض المحن، تفيض المعاناة. قد يقع الإنسان في محنة، في ضيق وشدة، يأتي إليك من هو يسلب منك الأمل بالكامل بخبره، بكلامه، وبالصيغة الذي يختارها. من باب المثال، أنت واقع بأزمة، يجيك واحد إيش وقعك، شي خلصك، شي طلعك، بيرة وطحت بيه، مستحيل. أنت واقع بأزمة، يأتي إليك من يستخدم هذه العبارات وهذه الكلمات الخشنة ويموت المسكين قبل موته. يأتي إليك لا، من هو يتميز بالخلق إن صح التعبير، الأخلاق الحسنة، بين الأمل وبين لا أمل. والله شقل لك إيش مدريني، يجوز أعتقد أيضا هذه الصيغة قد، ولكن لا مجال ولا أثر الإيجابي المتميز على نفسية ذلك الإنسان الذي هو في أزمة شديدة. يأتي إليك رجل ثالث من هو يستخدم معك الكلمة الطيبة، يستخدم معك الكلمة الطيبة وأنت في أزمة شديدة، من باب المثال، وهذه الكلمات المتداولة على ألسن البعض من الناس، الله كريم بس هاي شدة وتهون، راح الهواي وبقى الشوية. أصل الخبر الأزمة واحدة، ولكن كيفية المواجهة مع هذه الأزمة، اختيار الصيغة في مواجهة هذه الأزمة تختلف تماما. الآن نأتي إلى قول المولى تبارك وتعالى: أولا يا أيها الذين آمنوا، ثانيا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. عندنا مثل شعبي عربي يقول لك المصيبة إذا عمت خفت. طبعا مثل ما بينت لك القياس مع الفارق، الصيام هو مو مصيبة، ولكن أريد أبين لك نوع من
شقولا السكينة والطمأنينة عندما الإنسان يسمع بهذا النبأ، يقول لك عمي ترى هذه الفريضة مع معاناتها مع مشقتها كتبت عليك كما كتبت على الذين من قبلك. في هذا النبأ وفي هذا الخبر أيضا نوع من السكينة والطمأنينة. ثالثا إخواني وأعزائي، عدد الأيام. عدد الأيام أيضا الأمثال تضرب ولا تقاس. أصل الخبر واحد، ولكن كيفية المواجهة. عندما الإنسان المؤمن الصائم في شهر رمضان يعلم بتلك المعاناة وبتلك المشقة التي هي في ذات شهر رمضان وصيام شهر رمضان، قد يسأل عن عدد أيام شهر رمضان، عن عدد الأيام. كم عدد أيام شهر رمضان؟ الله عز وجل في محكم كتابه الكريم كان من الممكن تارة من باب المثال يقول شهر كامل، شهر كامل، أصدق شهر كامل. ومن الممكن أن يقول 4 أسابيع، ولكن الله عز وجل لحكمته وهو أحكم الحاكمين اختار الصيغة المناسبة، أياماً معدودات. اختلاف شاسع إخواني بين هذه الصيغة وبين أيام شهر رمضان. بس حكي بيناتنا خصوصا الإنسان اللي ما متسلح بسلاح الإيمان بمعنى الكلمة، من ينجاب طاري شهر رمضان يعني كما تعلمون. واحد كان يقول لي سولف الشغل، يقول له روحي تطلع لحد ما يخلص شهر كامل أو 4 أسابيع، ألفاظ وصيغ متعددة ومختلفة. ولكن عندما نأتي إلى الآية الكريمة الله عز وجل يختار الصيغة المناسبة رعاية لمزاج ولمشاعر الإنسان الصائم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات. أخواني، وبالمناسبة يعني لتتصور هذه الصيغة أياما معدودات مجرد لفظة قرآنية تتعلق بأمور الدين. فرق شاسع بين الشعوب المتقدمة والشعوب المتخلفة المتأخرة. شلون يعني؟ الشعوب المتقدمة تحتقر الأزمات، الشعوب المتقدمة تحتقر الأزمات وسوف تقضي عليها، ولكن الشعوب الجامدة الشعوب المتأخرة تعظم الأزمات، وبمرور الأيام الأزمات هي التي تقضي وعلى كما تعلمون. فرق شاسع بين هذا وذاك. هذه الكلمة هذه الصيغة لا تتصور مجرد بالنسبة إلى مقطع قرآني يتحدث عن مطلب ديني في كافة المجالات السياسية الاقتصادية الثقافية العلمية. اختيار الصيغة المناسبة رعاية لمشاعر الطرف المقابل لمزاج الطرف المقابل، تترك الأثر الكبير على نفسية الإنسان الذي تريد أن يشاركك في هذا المشروع. اختيار الصيغة المناسبة. بعد إخواني وأعزائي، لرحمة المولى تبارك وتعالى، نعم الله عز وجل وجب وفرض هذه الفريضة في شهر رمضان، ولكن لرحمته جعل فيها أو لها بعض المستثنيات. من باب المثال الإنسان المريض إخواني، الله عز وجل وجب الفريضة، ووجوب الفريضة متوقف على هذا الشرط، شرط الصحة والعافية. أن الإنسان الصائم يكون سالما، يكون معافيا، يكون شغلا ومستوى المطلوب. ولكن لا والله، إذا كان مريضا، إذا كان عليلا، كما أن المولى عز وجل فرض عليه الصيام لأنه سالم، يجب، أرجو الانتباه، يجب ترك الصيام لأنه مريض ولأنه عليل. نقطة ينبغي الالتفات إليها. بعض المؤمنين وخصوصا الشيبة لالتزامهم لتدينهم، هو عليل مريض صحته ما تساعد،
ولكن على كل حال لتدينه كما بينا في أيام شهر رمضان يجور على نفسه ويصوم، يجور على نفسه ويصوم. فليعلم إذا كان مؤمنا حقيقيا، إذا كان ملتزما بمعنى الكلمة كما بينا. شرط الصيام أخواني، شرط وجوب الصيام متوقف على الصحة والعافية، ولكن إذا كان الإنسان وخصوصا الشيبة، الإنسان الذي هو طاعن في السن، كان على كل حال كما بينا عليلا مريضا، يجب ترك الصيام، يجب، وإلا سيحاسب. كذلك الإنسان الذي ترك الصيام وهو كما تعلمون. أيضا هناك نقطة أخرى ينبغي الالتفات إليها، تشخيص المرض، تجويز الصيام أو عدم الصيام في عهدة من؟ هاي نقطة جدا مهمة أخواني. هناك مجموعة من المؤمنين يعني يتصرف حسب مزاجه، يعني هو يصير دكتور نفسه، يا ليش مصوم؟ ولا معدتي توجعني أو صحتي ما تساعد أو كذا وكذا، هو الذي يجوز الصيام أو عدم الصيام. أخواني أرجو الانتباه، تجويز الصيام أو عدم الصيام للمريض بعهدة أو في عهدة الطبيب الحاذق فقط وفقط. يعني مو تتصرف كيفك أنت، والله ما صوم ليش راسي يوجعني، على أساس ما صوم ليش بطني توجعني. اللي يميز، اللي يخليك يجوز تجويز الصيام أو عدم الصيام بعهدة من؟ الطبيب الحاذق. تذهب إليه تشرح له الحالة، إذا قال لك صوم صوم، إذا قال لك افطر، يجب عليك ترك الفريضة. وهذا أخواني كما تعلمون هناك بعض من يتميز يشوف صحته المساعد، هو الذي يقرر، هو الذي يقول، هو الذي يجوز لنفسه الصيام أو ترك الصيام. ولكن الذي ورد في مضمون الشريعة الإسلامية، الشخص الوحيد الذي له الصلاحية، الشخص الوحيد الذي له الصلاحية أن يجوز لك أن تصوم أو لا تصوم هو الطبيب الحاذق. وأخيراً أخواني وأعزائي، أيضاً لرحمة المولى تبارك وتعالى جواز الإفطار في شهر رمضان عند السفر. جواز الإفطار، هناك جواز من قبل الشريعة الإسلامية، لا بأس أن الإنسان يفطر. متى؟ عندما يسافر، وإن كان السفر عمدي وليس بواجب إن صح التعبير في بعض الأحيان. وهذا أيضا إخواني لرحمة المولى تبارك وتعالى. الإنسان إذا سفر ضروري فبها، إذا غير ضروري شوية صحته ما تساعد، شوية تعب، على كل حال شهر كامل من الممكن على قد قطع المسافة الشرعية، يوم يومين 3 بهذه الصورة. وبعد شهر رمضان عليه قضاء ما فاته من الشهر الكريم. ولكن النقطة التي ينبغي الالتفات إليها، هناك أصل الحكم واحد، أصل الحكم واحد، ولكن في الجزئيات قد يختلفون الفقهاء والعلماء، فكل إنسان يراجع مرجع تقليده لا بأس من أجل التعرف على بعض الجزئيات والموارد التي ينبغي الالتفات إليها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الله عز وجل، أرجو الانتباه، الله عز وجل فرض الصوم أو الصيام على أمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مغفرة ورحمة. الله عز وجل فرض الصيام على أمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بركة، رحمة ومغفرة. ولكن هذه الأمة في عرصات كربلاء، هذه الأمة في عرصات كربلاء فرضت الصوم على ابن بنت نبيها من أجل جلب رضاية طاغية زمانهم يزيد بن معاوية. الله عز وجل
فرض الصوم على أمة نبيه مغفرة ورحمة وبركة. هذه الأمة في عرصات كربلاء فرضت الصوم على ابن بنت نبيها من أجل التقرب إلى طاغية زمانها. منع الحسين 3 أيام عن الطعام، منع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه عن الطعام، وورد حتى عن الشراب، وورد عندنا حتى عن الطعام. 3 أيام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وعندما خير الإمام بين القتل والخضوع، بين العطش والماء، ماذا قال؟ لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. وبقي سيد الشهداء صائما إلى ساعة مقتله. بقي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه صائما إلى ساعة مقتله. أيطيب عيشي بعد وقعة كربلاء وأكون فيما أرتديه أنيقا وأذوق طعم الماء وابن محمد ما ذاقه حتى الحمام أذيقا. أيطيب عيشي بعد وقعة كربلاء وأكون فيما أرتديه أنيقا وأذوق طعم الماء وابن محمد ما ذاقه حتى الحمام أذيقا. يا أبو السجاد مثل يومك يا أبو السجاد، يا يوم مثلك ما صفوا لا صار مظلوم. ذبيحة وصدرك من الخيل مهشوم يم الماي ومن الماي محروم. يا ساعد الله قلب إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. يقول الراوي ما قدم إلى إمامنا زين العابدين طعام قط أو شراب قط إلا ومزجه بدموع عيناي، وهو يقول أأكل وابن رسول الله ما تجايع أشرب الماء وأبي الحسين ما تعطشانا. علي السجاد ما بطل ونينا والليل نهار تجري دموع عيني يصرخ هلا هلا حسين وين بسيوف الأعاد مقطعين. أنا أشرب لذيذ الماء حاشا وأهلي قضاو. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم بحق وبحرمة علي لكربلاء زين العابدين اشفي وعافي كل مريضة. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بالحسين الوجيه. عجل لوليك الفرج إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان. خدمت سيد الشهداء. الفاتحة مع الصلوات.